أول ما شافتها قعدت تعيط وكانت ضعيفة جدا، والسر في اللي حصل ليها طلع مفاجأة. يا ترى إيه حقيقة تعب رحمة أحمد؟ رحمة أحمد طلعت ما عندهاش التهابات لا في الكلى ولا في الكبد، وكان عندها التهابات في جسمها والكلى، بس طلع عندها فجأة حساسية من حاجات كتيرة قوي وهي ما كانتش تعرف، وكانت لازم تدخل العناية علشان يطمنوا عليها. وفضلت قوية لحد ما شافت دنيا سامي، وأول ما شافتها انهارت من العياط، ودنيا ما كانتش متخيلة إنها توصل للحالة دي أبدا، بس برضه روح الإفيهات ما راحتش منها، وكانت بتهزر من تحت الجهاز. فربنا يقومها بالسلامة ويطمن عليها كل اللي بيحبوها.